السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس في بلادنا المغرب ابتداء من هذا المساء والأيام القادمة إن شاء الله. فلا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم. أما بالنسبة لآخر توقعات بإذن الله فسيكون هناك منخفض جوي عملاق قادم إلى المملكة إن شاء الله. أما بالنسبة لتوقعات يوم غد والأيام القادمة بإذن الله فيتوقع كذلك أن تبقى الأجواء نسبية شيئا ما ومستقرة مع تقدم أمطار عاصفية خلال الأيام القادمة بإذن الله. يوم الأربعاء يحتمل بإذن الله دخول بعض القطرات المطرية في أقصى شمال المملكة، تبقى أمطار ضعيفة جدا محليا على أقصى شمال المملكة بحول الله. وبالنسبة كذلك لتوقعات الأيام القادمة فتشير لاقتراب منخفض جوي أطلسي عملاق محمل بأمطار وكميات هامة من الماء. إخواني الأعزاء، نسأل الله أن يدخلها علينا إلى المملكة ويعطينا أمطار الخير لتعم الخيرات والبركة على البلاد والعباد إن شاء الله. وبالنسبة لتوقعات يوم الجمعة أجواء كذلك ستكون مستقرة مع بعض السحب والرياح. ويوم السبت كذلك يحتمل بإذن الله أن تبقى الأجواء بدون تغيير كبير، مع اقتراب هذا المنخفض التدريجي من المملكة سيؤدي إلى أمطار ربما عاصفية وقوية إن شاء الله. كما تشاهدون اقتراب تدريجي بإذن الله. كما تلاحظون إخواني الأعزاء فهناك بوادر خير تلوح في الأفق، ودخول هذا المنخفض الجوي العملاق المحمل بأمطار كثيفة وغزيرة كما بدأ يقترب من المملكة تدريجيا. كما تلاحظون إخواني الأعزاء، أما بالنسبة لهذه الفترة فهنا الآزوري يسيطر بقوة، والأوزوري سوف يضرب المملكة ويؤدي إلى استقرار الأجواء هذا الأسبوع. ويبقى العلم عند الله. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، وجزاكم الله خيرا.